في مفاجأة قوية بدأت تتردد داخل أروقة نادي برشلونة، والاسم ده هو ابننا الدولي المصري عمر مرموش. التقارير الإسبانية وتحديداً صحيفة سبورت أكدت إن ملف المهاجم الجديد بقى من أهم وأصعب الملفات داخل النادي الكتالوني في الوقت الحالي، خصوصاً إن القرار ده هيحدد شكل هجوم برشلونة لسنين جاية. أول اسم على رأس القائمة هو جوليان ألفاريز، لكن المشكلة إن أتلتيكو مدريد متمسك بيه جدا، وده بيخلي الصفقة شبه مستحيلة. وبالتالي برشلونة بدأ يفكر بشكل واقعي أكتر، وابتدى يستبعد الأسماء اللي تكلفتها كبيرة جدا زي هالاند وهاري كين. ومن هنا بدأ يظهر اسم عمر مرموش. الميزة الكبيرة في مرموش إنه لاعب مرن هجوميا، يعني يقدر يلعب في أكتر من مركز، سواء كمهاجم صريح أو جناح أو حتى مهاجم متأخر. وده بالظبط النوع اللي برشلونة محتاجه دلوقتي، خصوصا في ظل أسلوب اللعب اللي بيعتمد على الحركة والمرونة، مش بس وجود راس حربة تقليدي. إدارة برشلونة لسه ما خدتش القرار النهائي، لكن واضح إن اسم مرموش موجود بقوة ضمن الخيارات المطروحة.